السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم في فيديو كتير. هنعمل ايه؟ الفطير. هقول لكم النهارده التكات بتاعه الفطير، وازاي ان انت تطلعيه مورق، وازاي تطلع خفيف وما بيتعبش المعده، وازاي العجينه بتاعته، اسرار العجينه بتاعته كلها. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنعجن العجينه. اهم حاجه في العجينه ان احنا نلتها كتير جدا، وما تكونش العجينه لابسه معانا. انا حطيت شويه ملح على الدقيق، وهحط الميه. واهم حاجه تتلت كتير جدا، يعني ممكن تلتيها شويه وتقومي سايباها شويه ترتاحي او ايدك ترتاح، وبعدين ترجعي تلتيها تاني. اهم حاجه في العجينه ما تكونش لابسه، تكون طريه معاكي، وبرده ما تكونش لينه قوي. دلوقتي انا بعجن العجينه معاكم، لان الفطير السر بتاعه كله في العجينه. شايفين العجينه طريه ازاي؟ مش لابسه معايا، ومش مش جامده في ايديا، هي طريه جدا في ايديا. في نفس الوقت مش لابسه قوي، وفي نفس الوقت مش طريه قوي. اهم حاجه في عجينه الفطير ان هي تكون طريه. دلوقتي العجينه بتاعتي عملت 3 فطيرات. انا هعمل فطير من الفطاير الكبيره، دي اسهل طريقه في عمل الفطير. ممكن تعملي 10 فطيرات في ما يكملش نص ساعه. انا عملت التلاتة دولت ما كملوش معايا ربع ساعه. دلوقتي انا عجنتها، اسيبها ترتاح. انا بسيبها ترتاح. ممكن تعجنيها من بالليل وتسيبيها للصبح، اي وقت انت عايزاها ترتاح فيه ممكن تسيبيها. 10 دقايق، ربع ساعة، يعني الوقت اللي انت تحدديه. دلوقتي العجينة بتاعتي اتاحت معايا، انا سبتها بالظبط تلت ساعة. شايفين ان هي مسكت في بعضها ازاي؟ دلوقتي انا جبت الطبلية وعليتها، وقمت حاطه دهنتها زيت. عشان العجينة تمشي معايا كويس انا بدهنها زيت، بدهن الطبلية زيت. تبص تلاقي العجينة بتمشي لوحدها معاكي، مش محتاجة منك اي حاجة. سيحت السمنة معاكم. دي حطيت زبدة صفرا على زبدة فلاحي على زيت، عشان ما تبقاش تقيلة علينا. وبدهن ايدي زيت علشان اقدر اتحكم في العجينه ما تلزقش في ايدي. محدش يقول لي بقى انت بتعملي بايدك وايدك مليانه زيت وكده، لا. الفطير اللي عايز يشتغل بالايد لازم ادهن ايدي زيت علشان العجينه ما تلزقش معايا، لان العجينه بتبقى طريه جدا معايا. شايفين العجينه عامله ازاي؟ مهما تشدي فيها بتشد معاكي وما تتقطعش معاكي. لو اتقطعت معاكي حاجه بسيطه مش مشكله، ده كله ما بيأثرش في سر في حلاوه الفطير، او انه يلزق معاكي، او انه يكون تخين. دلوقتي انا فردت العجينه. انتوا لو شفتوها هتلاقوها كبيره جدا جدا، يعني طبليه كبيره جدا. انا حطاها على الرخامه وبشتغل عليها براحتي. ادام العجينه كويسه معاكي تلاقي الفطير كويس جدا معاكي، يطلع بسم الله ما شاء الله عليه. في ناس بتعملها بدقيق، بتحط دقيق تحتها، بس الدقيق بيخلي العجينه تتقطع مني وبتمشيش معايا بسهوله، انما الزيت بيخلي العجينه تمشي معايا بسهوله جدا. دلوقتي انا فردت العجينه على الطبليه كلها، وعايزه تتفرد كمان. واهم حاجه تخلي بالك من الاطراف. الاطراف لازم تكون يعني تشدي فيها براحتك، تخليها رقيقه جدا زي ما العجينه رقيقه معاكي كده، عشان ما تبقاش الاطراف تخينه او غليظه، فتحسي ان الفطير معجن معاكي او تخين. شوفوا انا فردتها ازاي، وبتتعمل بكل سهوله، ويعني في وقت قياسي. دلوقتي انا بحط السمنه معاكم. اول حاجه بنحط طبقه من السمنه كده. ديت زي ما انا قلت لكم، انا بحب اعمله بثلاث انواع: بزبده صفرا، وبزبده فلاحي، وبزيت. وتملي ايدك تكون متعاصه زيت، لان انتي لو عملتيه وايدك ما فيهاش زيت هتبص تلاقي العجينه لزقت معاكي، والفطير لزق ومعرفتيش ان انتي تتحكمي فيه. انما لما تكون ايدك متعاصه زيت، العجينه لوحدها بتنزل من ايدك، وبتعرفي ان انتي تتحكمي فيها، وعمره ما يلزق معاكي. بنفرد طبقه السمنه كويس على اول طبقه، زي ما انتوا شايفين كده. وفضلا وليس امرا تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان نكبر مع بعض. ويا رب يكون فيديوهاتي يكون خفيف على قلوبكم كده يا رب، ويكون حابيني زي ما انا حابه ان انا اتكلم معاكم واني اطلع معاكم.
ادي اول طبقة بحطها. اهم حاجة شوفي الاطراف، انا بشد في الاطراف ازاي، لان الاطراف اكتر حاجة بتبقى في العجينة بتبقى تخينة معاكي، فانت لازم تشديها كويس. كل طبقة تدهنيها سمن. يجي حد يقول لي انت بتحملي في ايدك، لان الفطير محتاج ان هو شغل بالايد بصراحة، مش محتاج شغل بالمعلقة او شغل انك تدهني بالفرشة او كده. لازم تتحكمي في الفطير، كله شغل الفطير لازم يكون بالايد. ادي تاني طبقة. شوفوا يا حبايبي، لو ايدي مش متعصى زيت هتبص تلاقي العجينة دي لزقت في ايدي من ظهر ايدي وانا بقلبها. الزيت هو اللي بيسهل عليا ان انا ما ان هو ما يلزقش في ايدي واني اقدر اتحكم فيه. نحط الطبقة التانية من السمنة. كل طبقة بنقلبها لازم ندهنها كويس قوي سمنة. اي حتة يا حبايبي تحس ان هي تخينة معاكم ممكن تشيلوها، مش هتأثر معاكم في حاجة. لا بالعكس، ده هتخلي الفطير اكتر حلو، ان هو يحليه اكتر وان هو ما يبقاش فيه حتت تخينة معاكي. فدي مش هتأثر يعني ان هي انت تاخدي حتة من الفطيرة. كده انا لميت الفطيرة اهيت كلها بقت قدامك على الطبلية. ديت بقى يا حبايبي عبارة عن جبنة فلاحي وقشطة، وحطيت لها معلقتين من السمنة اللي انا بستعملها في الفطير. المكونات اللي معايا دي هتكفي معايا 3 فطيرات بالظبط. عبارة عن كيلو الا ربع سمنة وربع كيلو قشطة. كيلو الا ربع جبنة وربع كيلو قشطة. بتحطيها كده في نص الفطيرة، بتقسمي الكمية اللي انت عجنتيها دي بتاعة الجبنة وتقسميها على 3 قطع، وتاخدي كل كمية تحطيها في فطيرة، تحطيها في نص الفطيرة كده وبعدين تقفلي عليها. اهم حاجة تقفلي كويس علشان الجبنة ما تطلعش من الفطيرة. وزي ما انتوا عارفين برضو كل طبقة بنحط لها ايه، حبة من السمن. كده حبايبي عملنا اول فطيرة معاكم، قفلنا عليها كويس وهنجيب نحطها في الصاج. قبل ما نحطها في الصاج لازم ندهن الصاج كويس سمنة او زيت او اللي انت عايزاه، بس اهم حاجة يكون الصاج مدهون. هي اساسا مش محتاج ان انت تدهنيه، بس هو لازم تدهنيه علشان تضمني ان الفطيرة ما تلزقش معاكي. دلوقتي انا حطيتها في الصاج اهي، نسيبها ترتاح بقى خالص عشان نقدر ان احنا نفردها تملى الصاج كله. ادي اول واحدة. انا بصراحة ما جريتش الفيديو ولا اي حاجة، كل حاجة بعملها قدامكم علشان تعرفوا ان هو اساسا ما بياخدش وقت معاكي خالص. قبل ما احط الفطيرة التانية برضو بدهن الطبلية زيت، عشان الفطيرة الاولانية بتكون شربت الزيت، فعشان ما يكونش في حتة في الطبلية مش ما فيهاش زيت ان هي تلزق معايا العجينة. دلوقتي هجيب العجينة التانية احطها على الطبلية. خدي بالكوا يا حبايبي ان العجينة بتبقى طرية جدا لما بتريح، فانك تشيليها لازم تشيليها بالراحة، وانك لو شلتيها حتى ان هي مش متساويه او اي حاجه حطيها على الطبليه بنفس اللي انت شلتيه بيها، لان انت لو لميتي حته فيها هتلاقي العجينه معاكي كلكعت ومش عارفه تفرديها. فانك يعني جيبيها حطيها على الطبليه على طول، ما تعدليش فيها حاجه.
وانتي بتبططي هتتعدل لوحدها معاكي. هي اساسا لما العجينة بتكون كويسة بتلاقي الفطيرة تمشي معاكي لوحدها، تتعبكيشي ولا اي حاجة، ولا بتحتاج بطاطا ولا اي حاجة معاكي. تيجي انتي بقى على كل جانب وتفردي بالراحة كده وتدخلي ايدك وتتحكمي فيها بالراحة، مش على اساس ان هي تتقطع، لا، على اساس ان هي ما تلزقش معاكي في بعضها، لان العجينة برضو ما بتكونش ان هي لابسة ان هي ما تعملش. العجينة بتكون طرية، فانك تحكمي فيها بالراحة كده وتعمليها فعلشان ما تلزقش معاكي. حبايبي انا مش من اول مرة اتعلمت ان انا اعمل الفطير، دي مرة واتنين وتلاتة وكتير يعني، بقالي كام سنة. فلازم تجربي، لازم تحاولي تعملي، مش بنتعلم الحاجة من اول مرة، لازم نجرب مرة واتنين وتلاتة لحد ما نعرف التركاية بتاعت اي حاجة ايه ونعملها. خلاص انت عرفتيها، خلاص اتحكمتي فيها، خلاص الحمد لله بقيتي بتعرفيه، بقيتي ممتازة في الحاجة اللي انت بتعمليها. مش لازم ان احنا نقول ما بنعرفش، لا مش هعرف اعمله كده، لا مش عارفة ايه، لا لازم تجربي. مش مشكلة ان اول مرة ما نجحش معاكي، مش مشكلة تاني مرة، هيجي في مرة وهتلاقيه ينجح وتعرفي هو نجح ازاي معاكي وايه السر فيه، فبعد كده هينجح معاكي على طول. احنا عايشين عشان نتعلم، والحياة كلها تجارب، وادام انتي عايزة تتعلمي الحاجة دي ان شاء الله تلاقي ربنا يسرها معاكي وبقيتي بتعرفي تعمليه. خليكي شاطرة مميزة كده في حاجات كتير. لازم ايدك على طول تكون مدهونة، يعني ايدك على طول تكون فيها يا سمنة يا زيت. ادي الفطيرة التانية يا حبايبي برضو ما بتاخدش اي وقت، برضو حطيناها في الصاج وهنسيبها برضو ترتاح. لما ترتاح معاكي تعرفي تفرديها في الصاج وتبقى جميلة جدا. دولت بقى 3 صغننين كده حبايبي، انا كنت حطاهم شايلاهم من العجين علشان اعملهم على الوش. برضو هقول لكم انا بحط واحدة على الوش ليه. دلوقتي انا عملت الثلاث فطيرات اهوت معاكم، وسبتهم ان هم غطيتهم بمشمع وسبتهم ان هم يرتاحوا. هيرتاحوا معانا حوالي ربع ساعة او نص ساعة كده بكتير قوي. دلوقتي بعد ما العجينة ارتاحت منها انا اقدر افردها كلها في الصاج، ومش هتتعبني وهتبقى كويسة جدا ومش هتتقطع معايا. ده برضو بيسهل ان الفطير معاكي يكون رقيق جدا ويكون خفيف جدا. دول بيسهل الطبقات بتاعته، بتلاقيها الطبقات رقيقة جدا، وتلاقي الفطير يعني خفيف معاكي وبصي تلاقيه ما يلزقش في بعضه كده، مفيش طبقة تخينة فيه. دلوقتي انا فردت الفطيرة خالص اهيت في الصاج، ملت الصاج اهيت ما انتوا شايفين. هجيب بقى اول واحدة من الصغيرين اللي انا عاملاهم زي ما انتوا شايفينها كده، انا فردتها في الصاج هنا، هفردها برضو كده زي ما انتوا شايفين، زي الفطيرة زي ما انا عملت الفطيرة الكبيرة بالظبط. دي بقى يا حبيبي بعملها ليه؟ لان الفطير مثلا وانت بتبططيه ولا حاجة بتبقى الطبقة رقيقة جدا، الطبقة اللي فوق، فممكن وانت بتفديه تكون الطبقة اتقطعت منك او حاجة، فده ما بيخليش الفطيرة ان هي تقب في الفرن، ان هي فيها حتة مقطوعة، فانك تعملي طبقة من ديت صغننة كده عليه، دوت بي ايه بيخلي الفطير يقب معاكي في الفرن وتلاقيه قابب وخفيف كده وشكله حلو. ديت بس عبارة عن ايه، يعني انا بحب اعملها عبارة عن ان هي بتخلي منظر الفطيرة كويسة لما بتطلع من الفرن، اما بتبقى جوه تلاقي الفطيرة قبت معاكي كده زي الفطير الجاهز كده. زي ما انتوا شايفين كده انا فردتها، وبعدين ارجع احطها تاني على ايه، على الفطيرة، اغطي بيها بقى الفطيرة كلها، اشد فيها كده براحة جدا على قد الفطيرة بالظبط، وابدا اغطي بيها الفطيرة.
يا رب كده الفيديو يعجبكم، يا رب كده وتشتركوا معانا في القناة. هنعمل كل حاجة حلوة وجديدة مع بعض. دي اول فطيرة يا حبايبي، انا غطيت بيها غطيت بالعجينة صغيرة الفطيرة، ودي الفطيرة التانية معاكم اهوت. انا بفردها زي الفطيرة الاولانية بالظبط. دي اسهل طريقة لعمل الفطير، انما في ناس بقى بتعمله طبقات وتقعد تعمل عجين صغنن وكده، بصراحة بياخد وقت كتير جدا. بس دي اسهل حاجة، وبيبقى الفطير طعمه جميل جدا ورقيق جدا واكنك عاملاه طبقات صغننة. وادي التانية اهي، ما انتوا شايفين هعمل لها برضو طبقة زي ما انا عملت الطبقة التانية للفطيرة التانية. حاولي وانتي بتفرديها كده ان انتي تعملي بالراحة عشان ما تتقطعش منك، لان دي بتبقى اهم طرف في الفطير. لو اتقطع منك في حتة سليمة مش مشكلة، يعني دام الحتة اللي تحتها سليمة مش مشكلة، انما لو اتقطعت منك في حتة مقطوعة هي دي بقى اللي ما بتخليش الفطيرة ان هي تقب معاكي. وهرجع اقولك برضو، طول ما ايدك متعصيت، طول ما انت بتقدر تحكمي في الفطير وعمره ما يلزق منك ولا ان ايه يكلكع منك. ديت جت في حته اتقطعت مني برضو، بس مش مشكله لان تحتها اللي طلعت الحته اللي تحتها الحمد لله طلعت سليمه. بس برضو احتمال ان هي تتقطع، لان احنا مش بنعمل الحاجه واحنا واثقين منها. بس النتيجه يعني النتيجه ان شاء الله تعجبك جدا اللي انت عملتيه بالطريقه دي. وبرضو هرجع اقولك اهم حاجه في الفطير العجينه. العجينه هي سر نجاح الفطير. العجينه لما تكونش لابسه. دلوقتي خلصت التلاتة اهو، بصي يا حبايبي في الفرن. ادي اول واحده طلعت معانا. اول ما بتطلع قبل ما بنحطها في الفرن ندهن وشها. وادي التانية فوق قبة ازاي. اه دي بقى اللي انا بتكلم عليها. دي اول واحده، اول ما تطلع من الفرن بيبي وشها بيكون ناشف كده معاكي، فانت من ان انت تدهنيه سمنه. اول ما يطلع تهني وشها سمنه على طول، السمنه اللي فضلت منك وتقومي مغطياه، تبصي تلاقي الوش ده طري وبقى جميل جدا. دلوقتي انا خلصت التلاتة اهوت. انتوا شايفين بالشكل ده، والفطير ما شاء الله عليه. دلوقتي انا مطلعاه وسيبته يقعد، يعني يعتبر خد ساعه. شايفين رقيق ازاي؟ شوفوا الطبقات بتاعته رقيقه جدا ازاي. بصوا الطبقه عامله ازاي، شوفوا الطبقه عامله، شوفوا الرقه بتاعته. والطعم بصراحه الطعم كان خرافه، يعني دايبه جدا، مش مكلكعه ولا ان هي تخينه كده. ويا رب يكون اللي عجبكم يا رب. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. يا رب اكون خفيفه على قلوبكم. وفضلا وليس امرا تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.